التقرير التالي يعود بالذاكرة إلى أحد رموز القاعدة في العراق، وهو أبو مصعب الزرقاوي، الذي يعد من أبرز قيادات القاعدة الذين تمركزوا في العراق ونفذوا سلسلة من الهجمات راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، إلى أن قتل عام 2006 في غارة للقوات الأمريكية. نتابع المزيد. وعيوننا على بيت المقدس. الاسم الحقيقي أحمد نزال الخلايلة، ولد في تشرين الأول عام 66 من القرن الماضي بمدينة الزرقاء لأسرة كبيرة تنتمي إلى عشيرة بني حسين الشرق المعروفة بولائها التام للأسرة الهاشمية الحاكمة في الأردن. ترعرع الزرقاوي في حي المعصوم الفقير بمدينة الزرقاء، وكان وفق من عاصره تلميذا متمردا أمضى وقته في اللعب داخل المقابر المواجهة لمنزله والتهرب من الدراسة وإثارة المشاكل في الحي، حتى أنه تعرض ذات مرة للحبس. في الأثناء تأثر الزرقاوي بموجة التطرف الإسلامي التي كان يقودها آنذاك كل من عبد الله عزام وأبو محمد المقدسي وأبو قتادة، الذي شرع فيما بعد استخدام العمليات الانتحارية في تنفيذ الأعمال الإرهابية. تزوج الزرقاوي من ابنة خاله وهو في 22 من عمره، وكان يعمل وقتها حاجبا ببلدية مدينة الزرقاء، لتسمح له السلطات الأردنية بعد زواجه ب6 أشهر المغادرة إلى باكستان للالتحاق بالمقاتلين العرب المنخرطين في الحرب ضد الروس داخل الأراضي الأفغانية. خلال بقائه في أفغانستان تلقى الزرقاوي تدريبا أيديولوجيا وفكريا عالي المستوى في المعسكرات التي أسسها عبد الله عزام. أبو مصعب الزرقاوي لم ينضم إلى القاعدة حينها، وفضل العمل بشكل مستقل والسعي إلى تشكيل نواة ما عرف لاحقا بجند الشام. في عام 93 عاد أبو مصعب إلى الأردن وانخرط في النشاط المناوئ للملك حسين، ليحكم عليه هو والمقدسي وأبو قتادة بسن 15 عاما، قضى منها 5 أعوام بعد العفو الذي تلا جلوس الملك عبد الله الثاني خلفا لأبيه. فور خروجه من السجن عاد الزرقاوي إلى أفغانستان بدعوى المشاركة في حرب الشيشان التي كان يقودها سمير صالح السويلم المعروف بأبي خطاب. التقى الزرقاوي عام 2000 بأسامة بن لادن الذي عرض عليه فكرة الانضمام إلى تنظيم القاعدة، غير أن الزرقاوي رفض ذلك لعدم استصوابه فكرة قتال الولايات المتحدة، لكن القاعدة ساعدته رغما عن ذلك في إقامة معسكرات لأعوانه الذين كان غالبيتهم من الأردن والعرب الأكراد والعراقيين والسوريين. هرب الزرقاوي من أفغانستان إلى إيران بعد دخول القوات الأمريكية إلى الأراضي الأفغانية، وبقي في حماية قلب الدين حكمتيار إلى أن بدأت السلطات الإيرانية تضييق الخناق عليه، فانتقل إلى العراق ونزل في حماية أنصاره من الأكراد. بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق غير الزرقاوي من أولوياته بإسقاط الأنظمة العربية إلى محاربة الوجود الأمريكي، والوصول من خلاله إلى إقامة الإمارات الإسلامية في بلاد الرافدين، واستخدم في مقصده هذا عدة أساليب دامية أوقعت مئات القتلى من المدنيين، إضافة إلى استهداف الشيعة بقصد إثارة فتنة طائفية في العراق. وظل الزرقاوي المتزوج من باكستانية وعراقية بعد ابنة خاله، وله كذلك 4 أطفال، ظل ينفذ العديد من الأعمال الإرهابية إلى أن قتل هو و2 من زوجاته في غارة نفذتها القوات الأمريكية عام 2006 في مدينة الفلوجة.